بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة طبق قلقاس بالسلق الأخضر. الحقيقة القلقاس مالي السوق الأيام ديت، ومن الأكلات الجميلة اللي معظمنا بيحبها، سواء معمول بالصلصة أو بالسلق. طعمه جميل والكل بيحبه. القلقاس اللي معانا دهوت انا محمراه، سواء بعمله بالسلق او بالصلصة. انا بحب احمر القلقاس بصراحة، بيبقى طعمه في حتة تانية خالص، غير من ان احنا بنعمله طري كده بيبقى فيه رغوة او عرق كده غريب، بصراحة انا ما بحبوش. معانا بصلة مقطعينها مكعبات ناعمة زي ما احنا شايفينها كده يا حبايبي، وحلة على النار فيها معلقتين زيت معلقتين سمنة، حسب ما بتحبي تستخدمي في الطبيخ. بنضيف البصل وهنحمره كده لما ياخد اللون الذهبي الجميل معانا. الحقيقة زي ما قلنا ان القلقاس لما بيتحمر بيبقى طعمه بجد حلو قوي. بعد ما البصلة اتحمرت معانا زي ما احنا شايفينها كده، بنضيف لها الشوربة، ومعانا السلق انا كنت فرماه ومخزناه في الفريزر. بنضيفه للشوربة طبعا. بنبقى عاملين حسابنا ان الشوربة اكيد فيها ملح، لما نيجي نضيف التوابل بتاعتنا نبقى ناخد بالنا. كمان بقى بنضيف القلقاس، وبنسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده لحد ما يستووا. الحقيقة طبق جميل وطعمه حلو قوي، والقلقاس من الأكلات الجميلة. بنكون مجهزين بقى توم مفروم علشان لما القلقاس بتاعنا يستوي نعمل به الطشة الجميلة بتاعتنا كده على وش الطبق بتاعنا. بنضيف التوابل، بتضيفي كمون وبتضيفي ملح. طبعا انت لو بتحبي المواد الحريفة ممكن تضيفي شطة، مش بتحبيها خلاص عادي مفيش اي مشكلة. السلق بتاعنا ما شاء الله ابتدى ان هو يتسبك ويستوي مع بعضه اهوت. طبعا هو لو احتاج مننا مية بنزوده او شوربة لحد ما بياخد التسوية الكاملة بتاعته. ما شاء الله بتفشر معانا هيته تبقى جميلة. والله اما بيكون القلقاس يا جماعة مقلي بكررها تاني بيبقى طعمه حلو قوي قوي. والعرق اللي بيبقى موجود دوت، او ان هو يرغي معاكي او تحس ان هو فيه المطة اللي موجودة دي، لا لا بيبقى طعمه يعني ما شاء الله حاجة تانية. بنحمر التوم بقى علشان نعمله طشة على وش الطبق بتاعنا. زي ما احنا قلنا التوم خلاص اتحمر وخد اللون الذهبي الجميل معانا. بننزل بيه على القلقاس. ما شاء الله ما شاء الله على الريحة والطعم وجمال الطبق، والله ما شاء الله. بنبتدي بقى نغرفه يا حبايبي في طبق التقديم. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة ديت وتعمليه مرة ان انت قلياه ومرة وهو ني، وجربي دي وجربي ديت وانت هتحكمي بنفسك، وهتعرفي الفرق بين طعم القلقاس وهو مقلي غير من ان هو يكون من غير قلي. بتبقى بنفس التغذية ونفس الطعم بتاعه، بس لما بيتقلي بيحبس بقى العرق جوه الطبق او جوه الاكل، فبيبقى ما شاء الله ما شاء الله طعمه جميل بصراحة. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة، ويسعدني وجودكم معانا، وبألف صحة وعافية يا رب.